مافيات نسائية تخطات الشهرة ديالها والجرائم اللي دارت والعدد الضحايا ديالها وحتى الطريقة ديالهم. أشهر وأعنف المافيات الرجالية، من أنا ماسيا للسيدة الأفيال إلى جميلة المكسيك اللي كانوا كيغريو رجال الشرطة وكيضحكوا عليهم باش يتملصوا من الجرائم ديالهم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على 5 من أشهر وأشرس العصابات النسائية وأعنفهم في التاريخ. غادي تغير النظرة ديالك على الجنس اللطيف إلا كملتي الفيديو حتى الآخر. أولا، عصابة أفيال ال40. هاد العصابة كتعتبر الأقدم والمعروفة بطول العمر ديال الرئيسات ديالها، وبدات النشاط الإجرامي ديالها في القرن 19 حتى القرن 20، وتسمت بالأفيال لأنها تمركزت في واحد المنطقة سميتها الفيل في شمال لندن. كانت معروفة بالسطو المسلح على المحلات والتخفي باللباس الخادمات ديال المنازل باش يخدموا عند الناس اللي لاباس عليهم والبرجوازيين في ديك الوقت، حتى يحفظوا ويعرفوا منين يدخلوا ويخرجوا، وكيقوموا بالاستيلاء على المنزل بالكامل. وتعرفت هذه العصابة بالصبر على الضربة والدقة في التنفيذ، وكذلك تعرفت بالمراوغة ديال الشرطة. المؤسسة ديال هذه العصابة سميتها أليس دايموند، والمعروفة بملكة 40 لصة، وصديقة ديالها سميتها ماجي هيل. وتزاد النشاط ديال هذه العصابة وكثر ما بين الحربين الأولى والثانية، بحيث داهمات جميع المحلات التجارية والمراكز التسويق اللي كاينة في البلاد وبطرق مختلفة، والأغلبية الطرق كتكون بالإغواء ولفت الأنظار القائمين على ذاك المحل، والأكيد مستعدين للعنف وبكل جرأة على أي واحد قاومهم وما بغاوش ينفذ لهم الأوامر ديالهم، وخلاو كاع العصابات الصغيرة اللي كاينة في البلاد يقدموا لهم الولاء. وأي عملية بغاو يديروا هاد العصابات الصغار خاص الملكة دايموند تكون في راسها ويجيبوا ليها الباي ديالها، وأي مجرم قاوم ولا دار شي حاجة بلا خبرهم كيعاقبوه وبعنف شديد. وتعرفت أليس دايموند أو ملكة 40 لصة عند البوليس ديال لندن في ديك الوقيته باسم الحركي ديالها أنا ماسيا. كيرجع هذا الاسم للخواتم اللي كتلبس والسلسلات اللي كدير في عنقها، كاملين فيهم أحجار كريمة وألماس، خصوصا واحد الخاتم ديما دايراه وفيه حجرة مصنوعة من الألماس الخالص وكبيرة بزاف، وتستخدمو في النزاعات أو الخلافات الثنائية بتوجيه لك مقاوية للوجه الشخص اللي مناقش معها ولا اللي كاين قدامها. كما كانت إنسانة زهوانية أو كتشري أي حاجة غالية وزوينة وعزيز عليها القصير والنشاط والفساد. استمرت الأسطورة ديالها في الانتشار والترويع الناس حتى تشدت في السجن عام 1925، وملي سالت دايموند العقوبة ديالها في الحبس ما رجعاتش لتشفرت، تابت منها وولات خدامة في الدعارة، ولات زعيمة ديال أكبر وكر ديال الدعارة في لندن وأوروبا، وبقات في ديك الحرفة حتى ماتت عام 1945. ولكن العصابة ديالها بقات مستمرة وكملها في النشاطات ديالها حتى بداية القرن 20. ثانيا، لافلاكاس في المكسيك. انتشرت ديك العصابة وتعرفت بالتجارة المخدرات اللي هي معروفة وخاصة بالرجال، وكانت معروفة هذه العصابة بالجمال والأنوثة ديال النساء اللي كينشطوا فيها، ومعروفين بالاغتيال وقتل رجال الشرطة بداك الجمال ديالهم ما كيشكوش فيهم، وكيسهل يقربوا للبوليس وينفذوا عمليات الاغتيال عليهم، ومتتبعين واحد الروتين اللي هو صعيب ديال التخفي والتنقل، وكيصعب على السلطات يتعرفوا عليهم ولا يشدوهم. وهذه العصابة تعاملات مع أكبر تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية والجنوبية، وكانوا المافيات العالمية كيبغيو يخدموا معاهم بالاحترافية ديالهم والجمال ديال النساء اللي عندهم، بالعداء ديال هذه العصابة الشرطة والنظام بشكل عام. ثالثا، عصابة ISIS اليابانية، ومعروفة كذلك بالفتيات ياكوزا، وتتركز النشاط ديالها على تهريب المخدرات والبغاء والتجارة في الفتيات القصيرات. وكانت هذه العصابة كيدعوا العصابات الكبار ديال اليابان وشرق آسيا، وكذلك هذه العصابة عندها طقوس خاصة بحال يديروا أوشام الجسد ديالهم كامل برسوم وهياكل، وكذلك كانوا الأفراد ديالها كيتقنوا محترفين الدراجات البخارية والكبيرة، وكذلك استعمال الأسلحة النارية ولا الساموراي ومتدربين بشكل محترف. رابعا، عصابة الفهود الوردية، والمعروفة والمتخصصة هذه العصابة بسرقة المنازل الأثرياء والمحلات ديال المجوهرات الثمينة
بحال الذهب والالماس واحجار الكريمه، ونفذوا العمليات ديالهم في بزاف ديال العواصم ديال العالم بحال باريس وواشنطن وغيرهم كثير، وتسمات بهذه السميه بسبب الحيل اللي كيديروا في تنفيذ عمليات السطو او السرقه اللي خداوهم من فيلم المشهور عودة النمر الوردي، وكيعود الاصل ديالها في بدايه التسعينيات وبالضبط بعد نهايه الحرب بصربيا، وتتكون من ميليشيات يوغوسلافيا اللي تشتت وتفرقت من بعد الحرب السالفه الذكر، وعدد الافراد ديالها واصل من 200 ل 500 فرد، ودارت تقريبا اكثر من 500 سرقه، يعني ما يقارب 500 مليون دولار اللي سرقات، ومعروفين بالاتقان والعمل بطريقه احترافيه ومنظمه وزيرو خطا، وكانوا متدربين على الفنون القتاليه والعسكريه، وكيمتازوا باللياقه البدنيه عاليه. وكان اول ظهور الفهود الورديه في واحد المحل ديال المجوهرات الثمينه في لندن، فاش تسرقات منه مجوهرات بقيمه 500 مليون جنيه استرليني، ومن لندن ديريكت لطوكيو عاصمه اليابان اللي تمكنوا من سرقه محل مجوهرات بقيمه 2 مليون دولار في 37 ثانيه فقط في هذا الوقت القياسي. وكنهضروا على نساء، وقدروا الخبراء الوقت ديالهم في جميع العمليات السرقات اللي كان كيتراوح بين 30 ل 60 ثانيه، تيضربوا الضربه ديالهم وتيختفيو. وهذا الشيء الا كان كيدل على شي حاجه هو انهم متدربين بشكل مخيف وعندهم خلفيه عسكريه وما كيخافوش من المواجهه، وزيرو خطا كما قلنا في جميع العمليات ديالهم. للتذكير فقط راه الجنس اللطيف هذا. خامسا واخيرا عصابه الخنجر، وهذه العصابه احتلت المكانه كبيره في الستينيات القرن الماضي وبالضبط في لوس انجلوس الامريكيه، وكانوا كيخدموهم رجال اعمال في اعمال غير قانونيه كالابتزاز وفرض النفوذ، وبعض المرات كتوصل حتى للقتل. ولا بغات تدخل شي وحده جديده كانوا كيعطيوها بعض الاعمال تديرهم في العلن باش يعرفوا واش قادره دير بعض النشاطات اللي غادي تعطى ليها ويعولوا عليها فيهم، وكذلك تبين على الولاء ديال الافراد العصابات الخنجر. وكانوا كيخدموا معاهم دريات صغار قصيرات 14 15 عام، ولكن تفككت في النهايه بسبب تقدم في العمر في الافراد الرئيسيه ديالها، وما كانوش كيقدروا يدخلوا دريات جداد بسبب القوانين ديالها الصارمه، وما لقاوش البديل. هذا هو السبب التفكك ديالهم. وصلنا لنهايه الفيديو، تهلاو.